المطاعم احنا هنبدا سلسله فيه، بس انا عايز اودي فيه كام هنت كده، بما ان احنا في الظروف بتاعت غلو الاسعار. عايز ادي نصيحه، خدوا النصيحه دي يعني من واحد عايش المجال ده من اوله لاخره. واحد، ابعد عن اي حاجه فيها زيت، يعني حاول تبعد عن الزيت. انا ليه بقول كده؟ لان ماتيريال الاكل دلوقتي الزيت بقى بكام. يعني انت بتبص على اي منتج زي الزيت اتنقل مثلا من مش زاد 100%، ده زاد 400%. فالمطاعم هتبدا تستخدم اي تكنيك، انا ما بقولش هتعمل حاجه غلط او صح، بس تقدر تستخدم تكنيك توفر عليها التكلفه دي، فالكوست ده هيجي في صحتك. رقم واحد، حاول تشتري الاكل من مكان انت ايه، انت ضامن ان هو مش هيوصلك للمرحله اللي تخليك تصرف على تعبك قد اللي انت وفرته في الاكل ده 100 مره. كمسؤوليه اجتماعيه مني يا جماعه، واحنا بنختار الاكل ركزوا في شكله وفي لونه وفي طعمه، وما تفرحش انه رخيص. ما ينفعش يبقى في حاجه رخيصه دلوقتي. انا افرح ان واحد مديني حاجه غاليه هاكلها مره بدل ما كنت باكلها 4 مرات، احسن ما اجيب حاجه رخيصه وتتعبني واصرف عليها كرعايه طبيه قد اللي انا وفرته 100 مره.